بعد نهاية مباراة الزمالك وزد وتسجيل مصطفى زيكو الهدف الأول لزد في الشوط الأول، وفي الدقيقة 50 من الشوط الأول برضه اتعادل ناصر منسي للزمالك بهدف في الدقيقة 50 بعد ما عدت ال 45 دقيقة والحكم زود 6 دقائق. انتهت المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول اللي هي 1-1، هدف مصطفى زيكو هدف ناصر منسي. طبعا المباراة كانت عكة كروي من الآخر. الزمالك ضاغط، مفيش هجوم او مفيش فرص حقيقيه على المرمى زد. بالعكس يعني زد اللي كان ليها فرص هجوميه. انتهى الماتش، الزمالك يخسر نقطتين جداد كالعاده. بسيرو اللي هو مدرب الزمالك الجديد بيعمل نفس الحكايه، ولعنه التعادلات مستمره معاه. تعادل مع الاهلي، دخل على تعادل مع زد، ويوم مسهل. والمهم يا حبايب اخوكم، الماتش خلص 1-1 بالتعادل. ماتش فقير فنيا، ما فيش فنيات الواحد يحكي عنها. الفنيات لو هقول لك فنيات، اللي كان مقسم الماتش صح اللي هو مجدي عبد العاطي بتاع زي مدرب نادي زد. كان مقسم الماتش صح، ان انا ههاجم كذا وهعمل كذا وهمشي على وههاجم بالمرتدات، هدافع وههاجم بالمرتدات، او هقفل وههاجم بالمرتدات. ونجح فعلا انه يسجل هدف وياخد نقطة من فريق كبير زي الزمالك. دي كل القصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.